السلام عليكم، كيفكم صبايا؟ شو أخباركم؟ اليوم رح ساوي لكم أطيب طباخ روحو تسقيه بزيت رح ساوي جنبها إفطار رمضان بإذن الله تعالى. تابعوا طريقتي حتى النهاية وشوفوا الطريقة كيف، ولا تنسوني من الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. أول شي حطيت معلقة كبيرة سمنة، وأنا مقطعة تقريبا 3 حبات بصل كبار، ضفتهم فوق السمنة. هلأ هي هالأكلة تطبيق، يعني ما في داعي تقلوا شي، بس أنا هيك سيحت السمنة شوي وحطيت البصل فوق. وهالأكلة كل ما كانت لحمتها ودهنتها أكتر كل ما كانت أطيب، خصوصيا إذا كانت لحمة مسلوق. بس أنا الصراحة ما عندي لحمة شقف فاستغنيت عنها بلحمة ناعمة. حطيت تقريبا نوقية دهنة وأكتر من نوقية لحمة، تقريبا 300-350 جرام لحمة. هلأ برش عليهم شوية ملح وفلفل وبضيف الخضار اللي عندي. هلأ أنا بشوف إنه أغلب العالم بيساوي طباخ روحه بدون باذنجان، بس كوسة وبندورة. أنا للصراحة بحبها مع الباذنجان كتير، فأنا رح ضيف كوسة وباذنجان وبندورة. هيك بس قلبتهم شوي مع بعض، وهلأ بضيف الخضار. كوسة نص كيلو حطيت، باذنجان نص كيلو، وبندورة كيلو. بتعرفوا إفطار رمضان الواحد ما بياكل كتير، يعني لهيك إني أنا ساويت كميات قليلة. خليت البندورة هي اللي من على الوش لحتى تشر ميتها على الخضار وتستوي عندي أسرع. فردتهم هيك شوي، وهلأ برشلهم رشة ملح وبسكرها. بالله في أسهل من هيك أكلة؟ أنا من جهتي كتير كتير بعشقها هالأكلة، خصوصيا إذا قدامها برغل بالشعيرية بدل الرز. حطيت كم سن توم على الوش صحاح، رغبة جوزي هو اللي قال حطيهم. هي بعد 10 دقايق فتحت عليها، بلشت تغلي وتشر ميتها. طبعا حاولوا قد ما فيكم تكون النار وسط أو أقل من الوسط بشوي لحتى ما تحترق معكم. وهيك بعد ربع ساعة هلأ بقلبها شوي. يا سلام، شايفين على هالمنظر ما أحلى؟ بجد ألوان الخضار بتطير العقل. هلأ بعد ما حركتهم منيح برفعهم على جنب. هلأ أنا بعرف إنه في عالم بتاكلها بالخبزة ما بتساوي قدامها برغل، فما بيزودوا لها مي، بيخلوها على ميتها هيك. أنا لأ رح زيدها مي لأني بحبها شوي فيها مرقة، لأني حساوي قدامها برغل. ضفت لها معلقة كبيرة دبس بندورة، وهلأ بخليها على نار هادية لحتى تستوي وبسكر عليها. هلأ بجهز البرغل بالشعرية لبين ما تخلص عندي الطبخة. بحمص الشعرية وبضيف المي، نسبة المي. أنا بحط لكل كاسة برغل كاسة مي، لا أكتر ولا أقل. والبرغل طبعا بكون غاسلته ماني نقعته، بس بغسله كتير منيح. حطيت أنا 3 كاسات ونص مي، حطيت 3 كاسات ونص برغل. هلأ بملح، وبس تغلي عندي المي بضيف بقى البرغل. حبيت رشة فلفل بتعطيها طعمة كتير طيبة. هلا بين ما تغلي عندي شفت الطباخ روحه، شوفوا ما شاء الله، عن جد ريحتها حكاية. هاي ضفت لها كاسة مي، لأنه مثل ما قلت لكم أنا بدي آكل قدامها برغل. نزلت البرغلات بعد ما غلت المي عندي وغطيتها لحتى نشفت المي. بس تنشف المي على الآخير بسكرها وبطفيها. بطفيها ما بهديها، البرغل ما بيتهدى.
خلص طفوها ربع ساعة نص ساعة بس تلاقوا البرغل صار معكن ما أحلى. هلأ بعد ما غلت واستوت عندي الطبخة ضفتلها معلقة توم كبيرة ومعلقة نعناع كبيرة. يا سلام، بجد ولا أطيب ولا أروع من هيك أكلة. هاي حركتها منيح وخليتها على نار هادية. وهلأ رح جهز التسقية بزيت، نحنا كتير بنحبها أفطار رمضان، بلاقيها خفيفة وطيبة، فلح ورجيكن طريقتي بمساواتها. أول اشي عندي سنين توم دققتن حاططن بزبدية، وبضيف عليهم الفقسة وبحركن. الفقسة هلأ هو عبارة عن زيت وإلي يمكن بحطوه بالخلاط فبيفقص معهم هيك، بس لازم يكون الزيت مو كتير ظريف لحتى يفقص، بصير بهذا اللون بس هيك. وهون رفيقتي قايلتلي على المخلل الليمون بياكلوا أهلنا المصريين، بجد جبته وجربته كتير كتير طيب جنب الفول. أول اشي ما اقتنعت فيه يعني، بس لأ طعمته طيبة. شوفوا ما شاء الله البرغلات بطيروا العقل. هاي استووا عندي وما أحلاهم، شوفوا مفلفلين فلفلة ما شاء الله. بنصحكم تجربوا طريقتي بالبرغل إذا مو مجربينها من قبل. وهي سكبت وجهزت البرغل والطباخ روحه. يا سلام. وهلأ رح سقي التسقية لأنه ما صفى شي رح يقدم. بلش رشة ملح على الخبز وبسقيها بمرقة الحمص، بس هيك شي إنه تتشرب عندي الخبز يتشرب المرقة. ما بدي يكون فيها مرقة، بس تتشرب الخبزة بصفيها منيح. وهلأ بضيف الحمص. وهلأ بضيف رشة كمون ورشة ملح، وبعدين بنزل الفقسة. هلأ أنا بصراحة الفقسة ولا مرة جربت ساويها بالبيت، دايما بجيبها جاهزة من عند الحمصاني. وهي نزلت الفقسة عليها. يا سلام، بجد أنا معشوقتي التسقية بزيت. وهيك صار جاهزة معي. هلأ برش رشة كمون على الوش وإن شاء الله ألف صحة وهنا. وهيك صار إفطاري جاهز. شوفوا ما شاء الله. بجد كان أطيب إفطار. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي لليوم، ولا تنسوني من الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بحبكم كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.